بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وهو أي الإسلام. تعريف الإسلام: قال: وهو الاستسلام لله بالتوحيد. قال الشارح: أي الذل والخضوع لله بإفراده بالربوبية والخلق والتدبير. هذا داخل في توحيد الربوبية. قال بإفراده بالربوبية، ثم خص قال الخلق والتدبير، وهذا من توحيد الربوبية، أن تعترف بأن الله هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، هو المدبر. هذا كله من توحيد الربوبية. قال: وإفراده بجميع أنواع العبادة. هذا بتوحيد الألوهية، بأن تفرد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة، فلا تصرف العبادة إلا لله وحده لا شريك له. قال: مشتق من التسليم، أي الإسلام مشتق من التسليم للمنية، واستسلم فلان للقتل. من التسليم للمنية أي للموت. قال: واستسلم فلان للقتل، أي أسلم نفسه وانقاد وذل وخضع، أو من المسالمة وهو ترك المنازعة. الاستسلام هو الإسلام والاستسلام، مشتق من التسليم، من الذل والخضوع، أي كما سيعرفه الانقياد. وكذلك من المسالمة، أي عدم منازعة يعني دين الله عز وجل، بل نسمع ونطيع ونمتثل بدين الإسلام. الأوامر نأتمر بها، وبالنواهي ننتهي عنها. قال: والانقياد. قال المؤلف: والانقياد له بالطاعة. قال الشارح: أي بفعل المأمورات من الطاعات، وفعل الخيرات، وترك المنهيات والمنكرات. والمنكرات طاعة لله عز وجل، وابتغاء وجهه، ورغبة فيما عنده من الأجر والثواب، وخوفا من عقابه. وفعل الأمر وترك النهي ابتغاء وجه الآمر، لوجه الله عز وجل. لماذا نفعل الأمر؟ لأجل الله عز وجل، خالصا لله عز وجل، نبتغي الأجر من الله عز وجل. ولماذا نترك النهي؟ نخاف من عقاب الله، نخاف من عقاب الله ونتركه لأجل الله. قال: وترك النهي ابتغاء وجه الآمر الناهي، وهو الله عز وجل. قال: هو الذي جاءت به جميع الرسل، أي الانقياد لله بالطاعة. جاءت به جميع الرسل، أن تفعل الأمر وتترك النهي، وأن توحد الله عز وجل. هذا جميع الرسل جاءوا بهذا، لكن الشرائع مختلفة. ما هو الأمر؟ اختلف من شريعة إلى شريعة. وما هو النهي؟ مختلف من شريعة إلى شريعة. لكن الأصل الأمر والنهي، الانقياد له في جميع الشرائع. جميع الرسل جاءوا بهذا الأمر. والاستسلام والانقياد هما بمعنى واحد: الذل والخضوع، وفعل الأمر وترك النهي. قال: والبراءة من الشرك وأهله. قال الشارح: قال: فلا بد أن يتبرأ من الشرك ومن أهل الشرك في الاعتقاد والعمل والمسكن. الحمد لله، يهديكم الله ويصلح بالكم. قال: بل من كل خصلة من خصالهم، من كل صفة من صفات أهل الشرك. يجب على المسلم أن يتبرأ من الشرك ومن أهل الشرك، أن يتبرأ منهم. فالولاء
والبراء من أصول هذا الدين. قال إبراهيم إنني براء مما تعبدون. لقد كان لكم في إبراهيم والذين معه إذ قال لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله ومما تعبدون من إننا براء. هذا هو الشاهد. فيجب على المسلم وجوب، ليس استحباب بل وجوب، أن يتبرأ من الشرك ومن أهل الشرك، وأن يطهر أعماله. قال الله عز وجل آمرا نبيه وثيابك فطهر. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله النجدي أي طهر أعمالك عن الشرك، طهر أعمالك عن أو من الشرك. وكذلك كل خصلة وصفة من صفاتهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم. لا يجوز التشبه بالكفار، نأخذ من صفاتهم ونتشبه بهم، لا يجوز، لا يجوز ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بمخالفة الكفار، بمخالفة الكفار، من ذلك اليهود، ومن ذلك اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بمخالفتهم في يعني أشياء بسيطة، حتى في لبس يعني النعل، حتى في لبس النعل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم. فمن باب أولى ما هو أكبر من ذلك، ما هو أكبر من ذلك من لباسهم وهيئاتهم وغير ذلك. قال وأيضا يعني من يعني حلاقاتهم. هنا ينبه أيضا على هذا الأمر الذي قد فشى وانتشر بين أوساط كثير من المسلمين، يحلق مثل حلاقات اليهود والنصارى. لماذا تحلق هذه الحلاقة؟ يقال له لماذا تحلق هذه الحلاقة؟ ما الفائدة أن تحلق يعني حلاقة مرتبة أو حلاقة يعني مثل حلاقته؟ ما الفائدة؟ ما في فائدة. منظر جميل؟ ما هو منظر جميل، منظر بشع، منظر يعني الذي قبل يعني أجدادنا كانوا إذا رأوا لربما إذا رأوا من يحلق مثل هذه الحلاقة يقولوا هذا مجنون. صحيح؟ يقولوا هذا مجنون. عندنا يعني أجدادنا، لا نقول يعني قديم، قبل يعني 20 سنة، يعني إذا رأوا مثل هذه الحلاقة يقولوا هذا مجنون مسكين، هذا مجنون، اتركوه، ما يحلق إلا مجنون هذه الحلاقة. أما الآن أصبحت موضة عند الكثير، صار يفتخر بها. لماذا تحلق؟ ما الفائدة من هذه الحلاقة؟ ما في فائدة، ما في فائدة. منظر جميل؟ لا، هذا منظر المجانين. إذن احلق حلاقة مثل يعني حلاقة ليس منهي عنها، ليس منهي عنها، ليس فيها تشبه وليس فيه أيضا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، عن القزع. فينبغي للمسلم أن يتخلق بأخلاق الإسلام وأن يتأدب بآداب الإسلام. قال بل من كل خصلة من خصالهم ومن كل نسبة من النسب إليهم معاديا لهم أشد معاداة. نعم، الله عز وجل يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وما كان المؤمنون كما قال الله عز وجل في سورة آل عمران لا يتخذ المؤمنون
الكافرين، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وغير ذلك من الآيات. فالمؤمن يعادي الكافر، المؤمن لا يحب الكافر بل يبغض له، بل يبغضه ويعاديه، بل يبغضه ويعاديه، كما أمر الله عز وجل في كتابه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. قال: غير متشبه بهم، لا يجوز في قول أو فعل، لا يتشبه بهم لا في قول ولا في فعل، بل يخالفهم، يحاول يعني ما استطاع بأن يخالفهم. قال: وهو أي الإسلام، قال المؤلف: وهو 3 مراتب، أي الإسلام. قال الشارح: المرتبة والرتبة المنزلة العالية، ورتب الشيء ترتيبا نظمه وقر بعضه ببعض، رتب الكتب، جعل كتاب 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 بجنب كتاب، رتبها. والرتب منازل، رتبة أولى يعني في التحت، ثم الرتبة التي فوق، ثم الرتبة التي إلى الأعلى، إلى الأعلى، هكذا الرتب. ومن يعني العالية تكون أفضل، ثم التي بعدها، ثم هكذا. قال: وهو 3 مراتب الإسلام، مراتب الدين 3: الإسلام والإيمان والإحسان. قال الشارح: أي الإسلام مرتبة، والإيمان مرتبة، والإحسان مرتبة، وهذه هي مراتب الدين التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. والمصنف رحمه الله ذكرهن هنا مجملة، ذكر مراتب يعني الدين مجملة: إسلام وإيمان وإحسان. قال: ثم فصلهن وبين أدلتهن كما سيأتي. بين المؤلف رحمه الله تعالى أدلة هذه المراتب، وهذه المراتب يدل عليها حديث يعني جبريل، يسمى حديث جبريل مشهور، وهو حديث من حديث عمر لما جاء سأل النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي في آخر هذا الأصل، ما سيأتي في آخر هذا الأصل سيذكره المؤلف. قال: وكل مرتبة لها أركان. قال: أي وكل مرتبة من مراتب الدين 3 لها أركان لا تقوم إلا عليها، أي لا تقوم هذه المرتبة إلا على هذه الأركان، سيأتي ذكر الأركان. قال: وأركان الشيء أجزاؤه في الوجود التي لا يحصل إلا بحصولها، وداخلة في حقيقته، سميت بذلك تشبيها لها بأركان البيت الذي لا يقوم إلا بها. البيت، المسجد الآن يقوم بأعمدة، هذه أركان، عمود كذلك أعمدة، هذه أركان، لا يقوم، لا يستطيع أن يكون سقف بدون أعمدة، لا يمكن. يمكن أن يقوم يعني بدون أعمدة؟ لا يمكن، لا بد من عمود، لا بد من عمود. قال: فمراتب الدين لا تكون إلا بأركانها. الإسلام لا يكون العبد مسلم إلا أن يأتي بأركان الإسلام، ولا يكون العبد مؤمن إلا إذا أتى بأركان الإيمان، ولا يكون العبد محسن إلا إذا أتى بأركان الإحسان. أتم أركان الإسلام ثم أتم أركان الإيمان صار مؤمن، ثم جاء بركن الإحسان صار من المحسنين، كما سيأتي معنا أنه لابد أن يتم بأركان الإسلام ثم يأتي يعني يتم أركان الإيمان ليكون مؤمن. لا يكون مؤمن وهو ليس بمسلم، لا بد أن يكون مسلم، يعني يأتي بأركان الإسلام، ثم بعد ذلك ينتقل إلى مرتبة أعلى منها، إلى الإيمان، ثم أعلى وهي مرتبة الإحسان. قال: فأركان الإسلام 5. قال الشارح: لا يستقيم أي الإسلام إلا بها، ولا يثبت بدونها، يثبت الإسلام بدون وجود هذه الأركان، بدون وجود هذه الأركان، وسيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى مفصلة، والأدلة على كل ركن من هذه الأركان.
قال وما فقد منها زال الإسلام بفقده. زال، ذهب الإسلام بفقده. منها إذا ذهب هذا الركن يصير العبد ليس بمسلم وكافر، يصير العبد ليس بمسلم ويعد كافر. ومن هذه الأركان ما إذا زال يعني ولم ينكر أقر به لا يصير يعني كافر، وإنما يذهب عنه يعني جزء من الإسلام بسبب ذهاب هذا الركن. كما يعني في الزكاة، من ترك الزكاة لم يزكي وهو يعني مقر بأن الزكاة ركن من أركان الإسلام لكنه لا يزكي، ذهب عنه جزء من الإسلام، وهذا يطلق عليه مسلم، يطلق عليه مسلم، لكن مسلم ناقص الإسلام. قال المؤلف: شهادة، شرع في ذكر أركان الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. قال الشارح: ذكرها المصنف رحمه الله كما جاء في الحديث الصحيح، حديث ابن عمر، من حديث ابن عمر: بني الإسلام على 5، أي قواعد وأركان ودعائم أو دعائم، وفي رواية على 5 أي أركان. مثل الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم مثل الإسلام ببناء أقيم على 5 أعمدة لا يستقيم إلا بها. مثل الإسلام ببناء بيت بني على 5 أعمدة لا يستقيم إلا بهذه الأعمدة، إذا ذهب عمود يسقط البيت، يسقط البيت. وكذلك الإسلام، إذا ذهب ركن من هذه الأركان يسقط الإسلام، يسقط الإسلام. قال: وقدم الأهم فالأهم، وقدم هذه الأركان أهم شيء هو التوحيد، أول واجب على العبيد، وهو أعظم حق من حقوق الله عز وجل على العبيد، التوحيد. ثم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الصلاة التي هي الركن الثاني، التي فرضت فوق 7 سماوات، فرضت من فوق 7 سماوات، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم يعني فوق في السماء السابعة، وإلا قد فرضت جميع الأركان من عند الله عز وجل، لكن الصلاة فرضت والنبي صلى الله عليه وسلم في السماء، يعني في ذلك الوقت عرج به إلى السماء السابعة عليه الصلاة والسلام. قال: وقدم الأهم فالأهم، فبدأ بقطبها أي رأسها، رأس الإسلام، رأسه وأساسه. ما هو الأساس؟ هو الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال: فبدأ بقطبها شهادة أن لا إله إلا الله، ثم ثنى بشهادة أن محمدا رسول الله. قال: وكثيرا ما تقرن بها، أي ما تقرن شهادة أن لا إله إلا الله بشهادة أن محمدا رسول الله، كما في الأذان: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك أشهد أن محمدا رسول الله. وكذلك في التحيات: تحيات الله والصلوات الطيبات، السلام عليكم، السلام علينا وعلى المرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وهكذا في كثير من يعني في كثير من الأمور تقرن شهادة أن لا إله إلا الله أو شهادة أن محمد رسول الله بشهادة أن لا إله إلا الله، وهما ركن واحد، ركن واحد، الشهادتان ما ركن واحد، شهادة الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ركن واحد. لماذا؟ لأن العمل لا يصح ولا يقبل إلا بتوفر الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله الإخلاص، وشهادة أن محمد رسول الله
المتابعة. فلا يكون العمل صحيحا وصوابا ومقبولا إلا إذا كان خالصا لله عز وجل وموافقا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك جعل ركن واحد، جعل ركن واحد. قال ثم قال وإقام الصلاة، الصلاة الركن الثاني سيأتي معنا. قال وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. قال فهذه مباني الإسلام التي ابتني وتركب منها، أي ركب منها، وتأتي أدلتها، أي سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى أدلة هذه الأركان. كل ركن سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى مع دليله. قال وكل خصلة من خصال الإيمان داخلة في الإسلام، وكل خصلة من خصال الإسلام داخلة في الإيمان، فما كان من الأعمال الباطنة فوصف الإيمان عليه أغلب من وصف الإسلام، وما كان من الأعمال الدينية الظاهرة كالشهادتين والصلاة وأنواع العبادات التي تظهر ويطلع عليها الناس، فوصف الإسلام عليها أغلب من وصف الإيمان، فدائرة الإسلام أوسع من دائرة الإيمان، كما أن دائرة الإيمان أوسع من دائرة الإحسان. يعني دائرة الإسلام صغيرة، ثم يعني تأتي من بعدها دائرة الإيمان. دائرة الإسلام صغيرة، ثم تأتي دائرة الإيمان بعد أكبر، فما كان مؤمن يكون مسلم، ثم تأتي دائرة الإحسان أكبر. لا يكون العبد محسن إلا إذا كان مسلم ومؤمن، كان مسلم مؤمن ثم يصير محسن. لا يكون محسن وهو ليس بمسلم، لا يكون بمحسن مثلا وهو يعني يفرط في الصلاة، لا يكون محسن. ولا يكون مؤمن من فرط في الصلاة في ركن الإسلام، في ركن من أركان الإسلام، أو فرط مثلا في الزكاة، لأن الصلاة تركها كفر، ترك الصلاة كفر، لكن فرط في الزكاة لا يكون مؤمن. من باب أولى أنه لا يكون محسن، باب أولى يعني أن لا يقال له هذا محسن، دخل منزلة الإحسان وهو مفرط في الزكاة، أو يستطيع الحج وقادر على الحج وتوفرت له أسباب الحج، ولكنه يعني لا يحج، يتهاون في أداء هذه الفريضة وهذا الركن، فهذا لا يكون مؤمن، وإنما يكون مسلم ناقص الإسلام. قال فدليل الشهادة، قال المؤلف فدليل الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله. قال الشارح هذا شروع من المصنف في بيان أدلة أركان الإسلام الخمسة، والشهادة خبر قاطع، وأطلق لفظ الشهادة على شهادة أن لا إله إلا الله لأنها أعظم شهادة في الوجود، أي أطلق. قال فدليل الشهادة، لم يقل دليل شهادة لا إله إلا الله، دليل الشهادة معروف، المراد بالشهادة هي شهادة أن لا إله إلا الله، لأنها أعظم شهادة. ما هي أعظم شهادة؟ لا إله إلا الله. ما هي أعظم شهادة؟ لا إله إلا الله. فالمؤلف هنا قال فدليل الشهادة، لم يقل دليل شهادة أن لا إله إلا الله. ما هي الشهادة هذه؟ أطلق، معناها لا يطلق في هذا إلا لشهادة أن لا إله إلا الله، إلا لشهادة أن لا إله إلا الله، لأنها أعظم شهادة، لأنها أعظم شهادة في الوجود على أعظم مشهود به، وهو توحيد الله. قال فلا ينصرف الإطلاق إلا إليها، أي إذا أطلقت الشهادة لا ينصرف، لا يكون إلا معنى الشهادة شهادة
أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله. فقال قوله تعالى دليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو. قال الشارح: أي لا معبود بحق في الوجود إلا هو وحده، فهو الإله الحق. ومن ادعيت فيه الألوهية سواه، أي قيل أن هذا الملك له الألوهية، أو أن هذا النبي له الألوهية، له تصرف يعني وتصرف له العبادة، تصرف في الكون وتصرف له العبادة أو بعض أنواع العبادة. قال: ومن ادعيت فيه الألوهية سواه، سوى الله عز وجل، كان يدعى من دون الله أو يذبح له من دون الله أو يسجد له من دون الله. قال: فهو أبطل الباطل وأضل الضلال. الله عز وجل يقول: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وفي الآية الأخرى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. يقول الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق، وأنه ذلك بأن الله هو الحق. قال: فالله الإله الحق المستحق للعبادة وحده دون كل ما سواه. وعبارات السلف في الشهادة تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار، أي لفظ الشهادة. ما معنى لفظ الشهادة؟ ما معنى لفظ الشهادة في اللغة؟ هكذا قد يقال الحكم، قد يراد به القضاء، قد يقال بمعنى الإعلام، قد يقال بمعنى البيان، قد يقال بمعنى الإخبار. قال: وذكر ابن القيم وغيره أنه لا تنافي بين هذه المعاني التي ذكرها السلف بمعنى شهادة، لمعنى يعني المعاني للشهادة لا تضاد. فالشهادة يعني تطلق على القضاء والإعلام والبيان، تشمل جميع هذه المعاني. قال: فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره وقوله، وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه. وأول مراتبها علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به. هذا كله بمعنى اللغة، معناها اللغوي، معنى الشهادة اللغوي. قال: وأول مراتبها علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وتكلمه بذلك بالشهادة. قال: وإعلامه غيره بما شهد به، أي وأن يعلم غيره بما شهد به، وإلزامه بمضمونها، وشهادته سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط. تضمنت هذه المراتب الأربع أن الله عز وجل أخبر وبين بأنه الإله الحق، وتكلم بها، شهد الله أن القرآن كلام الله، وأعلم غيره في القرآن، شهد الله أنه لا إله إلا هو، إعلام للغير، وإلزامه بمضمونها، شهد الله أنه لا إله إلا هو، إلزام العباد بمضمون هذه الشهادة. بماذا؟ بالتوحيد، أن يفردوا له العبادة، لا إله إلا هو الحق وحده سبحانه وتعالى. قال: علمه بذلك وتكلمه به وإعلامه وإخباره لخلقه بها وأمرهم وإلزامهم بها، أي بالشهادة. قال: فأما العلم فالشهادة تتضمنه ضرورة، الله يعلم بهذا يعني أنه لا إله، بشهادته أنه لا إله إلا هو، الله يعلم كل شيء. قال: ومن تكلم به فقد شهد به، الله عز وجل تكلم كما في القرآن. قال: ولفظ الشهادة يستعمل فيها الإعلام وتدل على الأمر، وشهادته سبحانه هي أعظم شهادة في الوجود. شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهادته أعظم شهادة في الوجود. قال كما في سورة يونس:
وكفى بالله شهيدا، وغيرها من الصور. وكفى بالله شهيدا، تكفيك شهادة الله. يعني يقول الله عز وجل مخاطبا نبيه: كفى بالله شهيدا بأنك رسول حق من عند الله. قال: وشهادته سبحانه هي أعظم شهادة في الوجود، أنه لا إله إلا هو المتفرد بالإلهية، ومن أعظم شاهد وهو الله سبحانه وتعالى وتقدس على أعظم مشهود به وهو وحدانيته جل وعلا، فإنه لا شهادة أعظم ولا أجل ولا أثبت من شهادته تعالى لنفسه بالألوهية. وشهادة رب العالمين لا ينقصها شيء البتة، وشهادة رب العالمين لا ينقصها شيء البتة. وذكر الكلبي أن حبرين من أحبار الشام، أن حبرين من أحبار الشام. أحبار هم علماء من؟ اليهود. الأحبار يطلق على علماء اليهود لأنهم أحبار. وأما عباد النصارى ليس فيهم علماء، يعبدون على جهالة، يسموا رهبان، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. أحبار علماء اليهود. قال: أن حبرين من أحبار الشام قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله، فأنزل الله هذه الآية فأسلما. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.